النهارده هنعمل الرز المعمر الفلاحي على طريقه امي. جبنا الرز وغسلناه، بتشوفي هتعملي كيلو او تبع الكميه اللي انت هتعمليها، وهنحط عليه اللبن. وبعد ما حطينا اللبن انا بسخنه شويه عشان ما ياخدش وقت في الفرن. اوزع الزبده. بعد ما حطينا الزبده هنقلبها مع الرز. هحط الملح. حطينا عليه الزبده وحطينا الملح، هنروح نحطه في الفرن البوتاجاز وهوريهولكم بعد ما نطلعه من الفرن ويستوي. وبعد ما حطينا الزبده واللبن والملح هحط معلقتين قشطه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلبها مع اللبن وهنحطهم في فرن الخبيز زي ايام زمان لما كنا نخبز. وبعد ما نخلص خبيز نعمل الرز المعمر. نحط الرز المعمر في الفرن عشان يستوي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الرز المعمر في فرن الخبيز. قالوا لك فرن البوتاجاز هو بصراحه بيبقى احلى طبعا في فرن الخبيز. فرن البوتاجاز بينشفه شويه وما بيدوش اللون الحلو، بيعمل له وش حلو زي فرن الخبيز. فقالوا لك لا والله فرن في الخبيز. فانا اضطريت اولع الفرن عشان احط الرز ويرجع زي ايام زمان. قال لك لا زي ايام تيتا وايام زمان، ايام امي لما كانت بتعمله لنا في الفرن الخبيز. وهنشوفه بعد ما نطلعه من الفرن. ده شكل المعمر بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن. طبعا ريحته مفيش اجمل من كده، ورجعنا لايام زمان لما كنا بنخبز ونعمل معمر في الفرن البلدي. وطبعا احلى 100 مره من الفرن البوتاجاز. الفرن البوتاجاز بينشفه. لو انت عايزه تاكلي معمر بجد على اصوله وزي زمان وريحه زمان، طبعا فرن الخبيز. وده كان فيديو النهارده.